السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي لو أول مرة بتشوفوني، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد دايما. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة، يا رب تجربوها وتعجبكم، وطعمها حلو قوي ولذيذ جدا، وكمان ما بتاخدش وقت خالص. يلا بينا نشوف عملنا ايه مع بعض. أول حاجة هنا أنا مجهزة الحاجات اللي أنا هستخدمها. معايا هنا كده 4 دبابيس فراخ غسلاهم كويس جدا، وكنت بشرة كده عليهم بصلاية صغيرة، متبلاها بحبة بصلاية صغيرة كده، وعليها ملح وفلفل اسود بس تمام، ومقطعة فلفل اخضر وبشرة كده جزراية، وكمان بصلاية كده حجمها كويس، ومقطعة بطاطس كده حلقات زي ما انتوا شايفين الحجم ده. بس كده هي دي الحاجات اللي احنا هنشتغل بيها، وطبعا صلصة. تمام، صلصة او معجون طماطم المتاح عندك. اول حاجة هنا انا جبت هنا كده صينية، وهحط فيها معلقة كبيرة من السمنة ومعلقتين كده من الزيت، وهنبدأ كده نشوح الدبابيس بتاعتنا الأول، نديها صدمة كده كويس، ونخليها تاخد لون ذهبي. بس طبعا بقى نوطي النار كده واحنا بنحطها، لان بيبقى فيه طرطشة كده، فعشان ما نتلسعش انا غطيتها كمان يعني وانا بقلبها كده. بقيت ان انا اغطيها كده بغطا، وافتح عليها وابدأ ان انا اقلبها تاني وهكذا، علشان ما تلسعش يعني بصراحة. زي ما انتوا شايفين هنا كده كنت بقلبها، بس البخار كان عامل الكاميرا، فكل دقيقتين كده بقلبها ولا حاجة علشان تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده. بس بقى هنا معلش الكاميرا فصلت، انا شلت الدبابيس بعد ما خدت اللون الحلو ده، وبعد كده حطيت مكانها هنا كده البصل على طول. مكان التحمير حطيت كده البصلاية، واول ما البصلاية كده دبلت حطينا عليها الفلفل الاخضر، وهحط الجزر برضو دلوقتي، وهخلي كل الكلام ده يتشوح كويس جدا. لو حابة تحطي بسلة تضيفي حاجة تانية براحتك، فلفل ألوان مفيش مشكلة. أنا حبيت ان انا احط جزر بس كده، عشان لو حطيت فيها بسلة مش بيحبوها، فأنا قلت احط فيها جزر كده برضه عشان يتاكل يعني، وبرضه بيبقى طعمه حلو جدا كده، وبيخلي البطاطس كده طعمها مسكر كده شوية وحلوة جدا بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقة دي هتعجبكم. هحط كده عليهم رشة ملح بس بسيطة، علشان هحط مرقة دجاج برضو عشان تخلي النكهة احلى. هحط كده رشة فلفل اسود، ورشة كمان من الكمون. انا مش هحط توابل كتير بصراحة يعني. وشوية كده من القرفة. بس كده انا حطيت ملح وفلفل اسود وقرفة. وبعد كده هنحط بقى مرقة الدجاج دي، التوابل اللي انا استخدمتها، مش هستخدم اكتر من كده. وهنفضل بقى نشوح فيهم كده كويس جدا على النار. هحط كده عليهم حوالي 3 فصوص من التوم، انا مقطعاهم كده، بس ممكن تحطي توم مفروم عادي. انا قطعته، كان عندي توم صحيح فقطعتهم كده. وهنا حطيت الصلصة بتاعة الطماطم، كنت ضرباها في الخلاط، حوالي 3 طماطمات كده. بنضربهم في الخلاط، وحطيتهم شوية على النار كده، وبعد كده حطيتهم هنا برضو على الخضار بتاعنا، او البصل والفلفل والجزر. وبعد كده هحط كده شوية مية، حوالي نص كوباية مية بس كده، لحد ما اشوف هحتاج مية تاني ولا لأ، يعني عشان ما نزودش مية كتير. هحط بقى كده هنا البطاطس، وهنبدأ ان احنا نقلب كل الكلام ده مع بعض، علشان اشوفهم يعني اشربه كده من التتبيلة كده بتاعتنا دي، ويتغطى كده كله بالصلصة بتاعتنا. واشوف كمان المية هتبقى مظبوطة ولا هحتاج ان انا ازود مية كمان. وهنا كنت بدوق كده الصلصة، بشوف كده محتاجة ملح تاني ولا لأ، فلقيت طعمها مظبوط جدا.
طبعا زي ما انتوا شايفين كده المية اللي احنا حطيناها يادوبك كده مظبوطة بالظبط مع البطاطس في سوا البطاطس، منزودش اكتر من كده لان هي هتستوي بسرعة جدا. انا هاخد كده من الصلصة كده بتاعة البطاطس، وهحط كده على الفراخ برضو علشان هتديني لون احمر كده حلو والفراخ بتاعتي تتحمر كويس جدا. وعايزة اقول لكم ان حتة ان احنا نتبل الفراخ لو هتعملي فراخ او دبابيس ايا كان، لو تبلتيها بحتة كده بصلاية مبشورة صغيرة يعني، وملح وفلفل اسود، وانا سبتها في التتبيلة دي حوالي ساعتين قبل ما ابدأ في الوصفة، فبجد بتفرق في الطعم جدا وبتخليه حلو قوي. طيب انا دلوقتي غطيت الصينية بغطا اهي باينة اهي في الفيديو، وحطيتها على النار، هسيبها كده 10 دقايق وبعد كده هدخلها عندي في الفرن. وهشيل الغطا وهسيبها بقى كده في الفرن لحد ما تاخد لون ذهبي من فوق، واقلب في كده اقلب الفراخ لحد ما تاخد برضو لون ذهبي حلو. وهنا كنت بدأت اجهز الرز بالشعرية، قلت اعمله معاكم برضو. حطيت سمنة وزيت، وبدأت ان انا احمر كده في الشعرية، وغسلت الرز كويس جدا وصفيته، وهبدأ ان انا اقلب فيهم كده كويس مع بعض، مش هننزل بالمية على طول، هنبدأ نشوح الرز كده علشان يبقى مفلفل كده وحلو زي ما انتوا شايفين. بعد ما تلاقيه كده بقى كل واحدة كده بعيدة عن بعض، وتحس ان كل رزاية كده شربت من السمنة بتاعتنا، نبدأ ان احنا بقى نضيف المية. المية ما تحطيش مية كتير، انزلي بالمية تدريجيا لحد ما تلاقيها كده يدوب بقت عالية حاجة بسيطة جدا عن الرز زي ما انتي شايفة كده. وحطيت برضو نص معلقة من مرقة الدجاج عشان تخلي طعم الرز بتاعي حلو، ولو مفيش شوربة يعني عندك فحطي مرقة دجاج برضو بتخلي طعمها حلو قوي. بس كده ودقتها برضو فلقيتها عايزة سنة ملح، حطيت وقلبت وهسيبها كده لحد ما تتشرب، وبعد كده هنوطي عليها خالص وهنسيبها بقى تستوي براحتها، الرز يستوي براحته. هنا كده كانت الفراخ والصينية البطاطس بدأت خلاص ان هي تاخد لون ذهبي زي ما انتوا شايفين كده. هنا هي كانت خلاص كل حاجة فيها استوت، المية بتاعة البطاطس كانت مظبوطة جدا، البطاطس لونها ذهبي كده من فوق واخدة وش حلو، والفراخ كمان واخدة لون ذهبي حلو قوي. البطاطس كمان استوت كويس جدا، مش دايبة كده من بعضيها، لا هي دايبة بس في نفس الوقت كده متماسكة وحلوة، نعرف ان احنا نقدمها بشكل حلو. والفراخ مستوية جدا جدا جدا، والرز طبعا مفلفل وحلوة قوي ما شاء الله. بجد الاكل كان حلو جدا، احلى صينية بطاطس هتاكلوا صوابعكم وراها. جربوها بنفس الطريقة وان شاء الله تدعولي. الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا معايا بالفيديو، وما اشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو كانت الوصفة بتاعتنا عجبتكم، وتشتركوا في قناتي عشان يوصلكم مني كل جديد دايما، وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.